اهلا بيكم في مطبخ السعادة. النهاردة هنعمل القطايف محشية جبنة ولحمة مفرومة، وطريقة عمل القطايف هسيبها لكم في رابط اسفل الفيديو ده، وطريقة عمل اللحمة المعصجة المفرومة هسيبها لكم برضو في رابط اسفل الفيديو ده للناس المبتدئين. اول حاجة هنجيب اللحمة المفرومة ونسيبها تبرد، ما نحطهاش ابدا وهي سخنة. وعندنا الجبنة الموتزاريلا او اي نوع جبنة تاني انتوا تحبوه زي ما حضراتكم شايفين. اول حاجه هنبتدي نمسك القطايف، هنجيب واحده واحده. اهم حاجه ما نسيبهاش مكشوفه ابدا، ولازم تكون طازه عشان لو نشفت مش هتلزق معانا. هنجيب واحده واحده ونغطي على الباقي. هنحط معلقه صغيره من اللحمه المعصجه ومعلقه صغيره من الجبنه الموتزاريلا، ونبتدي نقفلها بالشكل ده من الجنب ده للجنب التاني زي ما حضراتكم شايفين. اهم حاجه نقفلها كويس عشان ما تفتحش مننا بالشكل ده. وفي طريقتين لعمايلها، يا اما احنا هنحطها في الزيت المغلي نقليها زي ما بنعمل القطايف العادية، او يا اما هندخلها الفرن وندهنها من كل جانب بالزيت الخفيف لمدة 5 دقايق 10 دقايق لغاية ما تحمر معانا. ده للناس اللي بتعمل دايت ومش عايزين حاجة فيها زيوت كتير. وفي النهاية ده بيكون شكلها. اتمنى حضراتكم تجربوها وان شاء الله تعجبكم. بتمنى الفيديو يكون عجب حضراتكم، ولو عجبكم ما تنسوش لايك على الفيديو واشتراك في القناة، وممكن تتابعونا على مواقع التواصل موجودة أمام حضراتكم. وإلى اللقاء إن شاء الله في فيديوهات جديدة على مطبخ السعادة.